اللي حضرتك شايفه ده دي مسيرة إيرانية فوق سماء البحرين، لكن قوات الدفاع الجوي في البحرين قدرت تتعامل مع المسيرة دي. الأول خليني أقول لك تبعيات اللي حصل في وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي. أنت بعد اللي حصل ده ما تستناش إن إيران ترجع خطوة لورا. ليه؟ أولا إيران شايفة دلوقتي إن هي اتخانت من دول كتير. أهم دولتين في الموضوع ده هما روسيا والصين، لان هم شايفين ان روسيا والصين كان المفروض هم اهم حلفاء في موقف زي ده، لكن فجأة روسيا والصين خدوا الجانب الدبلوماسي. خد بالك، مفيش دولة هتقف معاك ضد الكيان وامريكا، مفيش حد هيعمل كده غير العرب مع بعض. هتقولي لا مستحيل تحصل، هقول لك لا، حصلت قبل كده عن طريق الرئيس هواري بوميديان رئيس الجزائر، وحصلت عن طريق حافظ الاسد في الجبهة السورية. فهنا كان المثلث مصر الجزائر سوريا، ده الموقف الوحيد اللي فيه دول بجد قدرت تقف مع بعض ضد الكيان وضد امريكا، غير كده ما تستناش. المهم ان ايران هنا بدأت تلعب سياسة ان خلاص انا كده كده مش شايفه حد معايا، فبدأت انها تستخدم سياسة الكل في الكل. يعني خليني اقول لك ان في قاعدة بريطانية المفروض ان هي موجودة في قبرص، القاعدة دي تم استهدافها بوابل من الصواريخ والمسيرات من ايران. هتقولي ثواني، طب ايه علاقة بريطانيا بحاجة زي كده؟ اقول لك ببساطة، لان في معلومات اتسربت ان بريطانيا هي اللي ادت لامريكا المعلومات عن مكان خامنئي، وهي اللي حددت بدقة المكان ده. فهم شايفين انه لا، انتوا السبب في حاجة زي كده، فانتوا لازم ينوبكم من الحب جانب. لكن للاسف ده اصعب قرار ممكن يكونوا خدوه. هتقول لي ليه؟ هقول لك ببساطة لأن بريطانيا هي عضو في حلف الناتو، وهنا حلف الناتو في بند بيقول إن أي دولة من حلف الناتو تتعرض لضرر، فوجب هنا إن باقي دول الحلف يقوموا هم كمان بالدفاع عن الدولة دي. يعني أنت كده بتدي الحق لحلف الناتو إن هو يواجه إيران. خليني أقول لك إن المشاهد في الخليج صعبة جدا. يعني أنت بتتكلم إن برج العرب تم استهدافه، برج خليفة اللي هو واحد من أشهر الأبراج في العالم لو ما كانش أشهرهم أساسا تم استهدافه، ولكن ستر ربنا إن البرج أصابه إصابات خفيفة. لكن لحد دلوقتي البرج لسه ما سقطش زي ما كل الكلام بيتقال. لكن في مولات تجارية كتير جدا في الإمارات تم استهدافها، مطارات. يعني خليني أقول لك إن المطار أصلا بتاع دبي ومطار أبو ظبي بقوا تقريبا مش نافعين، المطارات شبه مهجورة. مطارات في الكويت تم استهدافها. فانت هنا قصاد موقف وتصعيدات انت ما كنتش متخيل انك توصل ليها. وقلت لك بعد وفاة المرشد كمان انت ما تستناش ان هم يتفاهموا، هم مش هيقعدوا على طاولة مفاوضات. خلاص انت انسى بقى القصة دي ان هم يقعدوا على طاولة مفاوضات ويتفاوضوا. انت وقعت اهم رمز ديني بالنسبة لهم. الناس شايفة ان الراجل ده بطل، شايفة ان هو ماشي على خطى الحسين بالنسبة لهم، هم عقيدتهم كده. فعايزك بقى تتخيل ان هم اصلا من ساعة الحسين هم لحد النهاردة شغالين في اللي بيعملوه ده، في اللطم والحزن والبكاء. ما بالك بقى ان انت جبت لهم واحد مستحدث، واحد لسه جديد حصل معاه كده، وهم في مخيلتهم ان ده شبه ده. يعني هم استغفر الله العظيم طبعا على فكرهم، لكن انا بفهمك هم تفكيرهم رايح لحد فين. طب احنا بقى يهمنا ايه؟ للاسف الذهب عمال يعلى والاسعار هتبدا تزيد، لكن كل اللي هاممني دلوقتي هم اهالينا المغتربين. يا جماعه كل بيت على الاقل في واحد مغترب بياكل عيش في دول الخليج. الناس دي دلوقتي اهاليهم قاعدين مش على بعضهم، لا عارفين يفطروا ولا عارفين يقضوا اليوم كويس، ودايما قلقانين، التليفون دايما في ايدهم، لان الدنيا مش واصله قوي للسكان، لكن في اصابات. وبرضه الناس شايفه ان اللي بيحصل ده كله ولادهم هناك، اللي ليه ابن هناك، اللي ليه ابنه، اللي ليه حفيد، اللي ليه حفيده، اللي والده هناك. فالوضع صعب. فاحنا يا ريت ندعي للناس دي. تخيل انت كده تبقى قاعد مفيش طياره هتعرف تيجي فيها، المطارات مقفوله، ومش حاجه هتعرف تتصرف تاخد عربيه مثلا وتمشي، لا ده انت كانك قاعد في مكان مقفول عليك. فندعي ان الناس دي ترجع لاهاليها بالسلامه. والسؤال ليك انت، شايف الوضع هيوصل لحد فين؟ هل ايران هتاخد خطوات تصعيديه اكبر من كده، ولا ممكن ان يحصل فيه تفاوض؟ السؤال ليك انت، وهشوف الاجابات كلها ونرد على بعض.